يوم من الأيام كان في شاب اسمه أحمد، وكان من هواة الكشف عن الآثار والأماكن المهجورة. كان دايما بيحب يكتشف أماكن غريبة ويكتب عنها في مدونته. في يوم من الأيام سمع عن قبر قديم في قرية نائية. الناس كلها كانت بتخاف منه، وقالوا إنه مسكون وبيصدر أصوات غريبة. لكن أحمد ما كانش بيخاف، وكان عايز يكتشف الحقيقة. راح أحمد للقرية في ليلة مظلمة، والهواء كان هايم والنجوم بتتلألأ فوقه، وهو بيشق طريقه بين الأشجار والأحجار القديمة. لما وصل للقبر كان شكله مرعب. باب الحجر كبير وبيتز مع كل لمسة، والأرض حواليه مليانة عشب وشعاب ناس. بس هو ما فكرش ده هل داخله. دخل وراح يفتش في القبر، ولقى جثة قديمة مغطاة ببطانة من القماش المهترئ. وفجأة سمع صوت غريب كأنه همس. بدأ الصوت يزداد، وأحس إن في حاجة بتحاول توصله. بدأ يقترب من الجثة، وفجأة سمع صوت قوي وكأنه زئير بعيد. فجأة الحجر اللي على القبر بدأ يصدر أصوات غريبة، كأن في حد بيتكلم أو حد بيصرخ. أحمد اتفاجئ ووقف مكانه، والصداء اللي بتطلع من الحجر كانت مرعبة جدا، كأنها أصوات عياط وصرخات من أعماق الأرض. بدأ يحس بدوار، وعيونه بدأت تتوهج، والأصوات زادت. كأنها مجموعة من الكائنات اللي محبوسة جوه الحجر بتحاول تخرج. فجأة الحجر اللي بيصدر الأصوات بدأ يهتز بشكل عنيف، وطلع منه دخان أسود، وظهر منه ظل كبير شكله مخيف. عينه كانت بتلمع باللون الأحمر، وفمه كان كبير وبيصدر صوت زفير عالي. أحمد حاول يهرب، لكنه حس إنه مش قادر يتحرك، وكأن القوة خارجة مسيطرة عليه. الظل ده بدأ يتحرك ويتقدم، وهو بيقول بصوت مخيف: انت جيت هنا عشان تفكنا، بس احنا مش هنسيبك. أحمد حاول يصرخ يجر نفسه ويجري، لكنه لقى نفسه محبوس جواه، والظلال حواليه والأصوات بتزيد، حتى حس إنه هيفقد عقله. وفي اللحظة دي فجأة صوت قوي زي صوت صاعقة وقف كل حاجة، والحجر سكت والظلال اختفت. وأحمد جرى من المكان وهو بيصرخ، ورجع للقرية بسرعة، ووصل للبيت وهو مرعوب، وكل يوم بيحكي اللي حصل، لكن محدش كان بيصدقه. وقالوا إن القبر ده كان مسكون بأرواح شريرة ودايما بيصدر أصوات. لكن أحمد عمره ما نسي اللحظة اللي حس فيها إن الشر دايما قريب، وإن في حاجات كتير من اللي بنشوفهاش وبتتمسك بينا وبتحاول تسيطر علينا. ومن يومها أحمد ما دخلش قرية تاني، ومحدش يقدر يهرب من القبر ده، لأنه ببساطة فيه حاجة هناك، حاجة شريرة بتصدر أصوات غريبة، وبتحذر اللي وراها من إن الشر دايما متربص، مستني فرصة علشان يطلع ويغطي الدنيا بالظلام.